هلو باتركوت، معاكم هدير نجيب، لايف كوتش وانستراكتور سول دانسر اند ديتوكس كونسلتنت. النهارده هتكلم معاكم عن حاجتين اساسيتين في وجهه نظري بيمنعوا ان انت توجد العلاقه الصالحه ليك. يعني ايه الصالحه ليك؟ اللي بتنفعك، الخاصه بيك انت وبتصلح ليك، يعني هي صحيه وصالحه ليك. طيب، اول حاجه من وجهة نظري بتوقفك عن العلاقة دي هي عدم شعورك بالاطمئنان. تاني حاجة هي عدم الامتلاء. طب هكلمك عن اول حاجة بتخليك ان انت ما توجدش العلاقة دي. اول حاجة هي ان انت لما بتحس بعدم الامان وبيجي عليك فتره بتتقفل من كل الناس، وبيجي عليك فتره بتحس باليأس الشديد والاحباط الشديد من كتر العلاقات اللي انت دخلت فيها، او حاسس بالاحباط الشديد ان انت مش عارف انت فين وبتعمل ايه، او حاسس بالاحباط الشديد ان انت خايف تكوميونيكيت مع العالم كله اصلا، تتصل بيه او تعبر عن نفسك وتتكلم كده ويبقى عندك ثقه في نفسك. فده كله بيخليك خايف اصلا انه حد فعلا يحبك ويتوجد في حياتك بشكل مستمر، لانه ده معناه ان هو هيخش جوه قوي جواك وانت مش واثق ان انت تستاهل اصلا انك تتحب. لانه ممكن تكون انت مش عارف انت اصلا هتحب ليه، ممكن يكون انت مش شايف لنفسك قيمه، او مش شايف لنفسك لازمه، وبينك وبين نفسك دايما بتقول هو بيحبني على ايه يعني، او هو بجد بيحبني كده يعني. او بينك وبين نفسك اتأذيت قوي فانت عايز تقفل على نفسك قدر الامكان، او بينك وبين نفسك انت صدقت ان انت فعلا ما بتتحبش فعايز تقفل على نفسك وتبقى وحيد قوي وحابب الوحده، وفاكر ان انت مش حاببها، وفاكر ان انت عايز علاقه بس انت حابب الوحده، لان الوحده بتخليك تحقق الكونسبت الاولاني ان انت اصلا مالكش حق انك تتحب او هتتحب ليه. فكل السيناريوهات دي بتحصل جواك وانت بتمنع نفسك من العلاقة الصالحة، لان العلاقة الصالحة معناها انها هتستمر وانت مش عايزها تستمر، لانه في كونسبتس في دماغك او معتقدات متصدقة قوي ومعمول عليها ابروف ان انت ما تستاهلش او ما تستحقش او مش هينفعك او مش مناسب ليك العلاقة المستمرة الصالحة دي. فاول حاجه لازم تشتغل عليها حاله الاطمئنان، وتشوف ايه اللي مش مخليك تطمن، وتشوف السيناريوهات اللي حصلت مع صحابك او اللي حصلت مع اي حد وتبتدي تكنسلها، وتبتدي تصدق كويس قوي انه اي سيناريو بيحصل مع اي حد تاني ممكن جدا ما يتطبقش عليك. مش ممكن، ده اكيد ما يتطبقش عليك، لان كل واحد ليه اختبار وبيتطبق عليك ومستحق ليك في حاله واحده بس، لو انت صدقت ان انت ممكن تبقى مكان صاحبك او ممكن تبقى مكان الشخص اللي حصل فيه الموقف ده. الشخص اللي بيحصل فيه عشان ربنا عايزه يتعلم درس معين. ما تحطش نفسك مكان اي واحده او اي واحد بيعاني في جوازه او في العلاقه اللي هو فيها. تاني حاجة مهمة تعملها، العلاقات اللي انت مريت بيها محتاج تتشافى منها، ومحتاج تصدق ان انت ما تستحقش ده، وده كان اختبارات ليك عشان تعرف انت تستحق ايه. يعني ما تبصش ورا وتفضل تلوم، شيل اللوم وشيل حالة القلق من الحاجات اللي حصلت، وحط جواك اطمئنان انه انت تستحق الاحسن، والحاجات الوحشة اللي فاتت علمتك ازاي تبص على الاحسن وتاخد الاحسن. عمر ما حد هيعرف ايه احسن من ايه غير لما يشوف الوحش بتاعه، فالوحش بتاعه بيعرفنا الحلو بتاعه، الحلو اللي احنا نستحقه. تالت حاجة ممكن تعملها هي الحالة اللي بتجيلك انك انت تصدق ان انت ما تتحبش. ده بيبقى حصل من الطفولة، ده ممكن تشتغل عليه برضو مع حد متخصص، او انك تحاول قدر الامكان انك تبتدي تشافي الجروح اللي بينك وبين الاهل، وتبتدي توصل نفسك لحالة من السلام الداخلي معاهم كويس قوي، وتبتدي تشافي الطفل الداخلي بتاعك، لان هو بيبقى مش مصدق ان هو يتحب كفاية، وبيبقى بيزق كل العلاقات، حتى الاصدقاء، حتى الدوائر اللي انت ممكن تتعرف عليهم اللي ممكن يرفعوك عشان تفضل لوحدك، وتصدق انه مفيش حد اصلا هيفيدك ولا في حد بيحبك غير نفسك. ودي طبعا بيبقى معتقد غلط ان انت فاكر انك بتحب نفسك، لكن للاسف اللي بيحب نفسه ما بيخافش من الناس، ما بيعيش بخوف اصلا، بيعيش بحاله من الاطمئنان. فاول جزئيه انك توصل نفسك لحاله من الاطمئنان قويه قوي. تاني جزئيه وهي الامتلاء. ازاي تعمل الامتلاء؟ في ناس كتير فاكره انه الامتلاء هو انه انا اجيب لنفسي ورد، ان انا اسافر كل شويه، ان انا اعمل لايف ستايل مبهر للناس، ان انا البس احسن حاجه، اجيب لنفسي احسن حاجه، اعرف اجيب فلوس، اعرف يبقى معايا باور، اعرف اكفي نفسي. فالنقط دي كلها مش نقط حب ذات، النقط دي كلها نقط حمايه. انت بتبقى فاكر انك بتحب نفسك وانك بتملى نفسك وبتشحن نفسك، ولكن انت بتحمي نفسك في الحقيقي من انك تحتاج
من انك تواجه المشاعر بتاعت العاطفيه دي او تتكلم عنها، من انه حد يجي في يوم من الايام يعشمك بالحب ويمشي ويسيبك، من ان حد يجي يهددك بوجوده او بعدمه، يقولك انا هفضل معاك او هسيبك، من انه حد ممكن في يوم من الايام يحسسك انك قليل. كل السيناريوهات دي انت مش حابب تتواجد فيها تاني، فانت عايز تبقى لنفسك كل حاجه، فانت او انت بتتحركي من نقطه انك عايزه تكفي نفسك ويبقى عندك الباور، وده طبعا بيعمل لك ذكوره، بيمنعك بشكل او باخر فعلا توجدي العلاقه الصالحه وتوجدي علاقات بتستغلك. وكمان بويز تانية انت بتمنعي نفسك من انك انت تتواصلي مع الناس او تتوجدي في علاقات ممكن تكون بتساعدك او ممكن يعني تفتح لك فرص تانية، لانك بتقفلي كل مصادر الاستقبال، وانت كمان كذلك بتقفل كل مصادر الاستقبال، ويبقى عندك ذكورة عالية قوي، فبتبقى مش متزن. يعني ده بيعمل ذكورة للأنثى فبتبقى مش متزنة، وده بيعمل ذكورة عالية للرجل فبيبقى غير متزن، وبيبقى بيشتغل يعني بيبقى حياته كلها متمحورة يا اما حاجتين، يا اما شغل بس وشغل بشكل شريه، يا اما شغل وعلاقات جنسية، لانه هو خلاص الذكورة اتحولت عنده ان هو بتتوفر في انه يبقى معاه فلوس كتير ويبقى باور لنفسه، وانه يعمل علاقات جنسية ويخاف من مشاعره. فاشتغل على الحاجتين دول. اول حاجة انك ساعد نفسك تتشافى من اي حاجة بتخليك مش مطمن للعلاقات ومش مطمن لوجودك وسط ناس وتواصلك معاهم. بتبقى قاعد مع الناس بتبقى خايف تتواصل، لا، حب نفسك لدرجة انك تبقى مطمن انك تتواصل مع الناس، وما تحبش نفسك حب مزيف. الاتنين بيتحركوا، يعني نقطتين فيهم حب ذات مزيف. النقطة التانية الامتلاء، اشتغل على الامتلاء عشان خاطر انت صورتك الذاتية بينك وبين نفسك تبقى ممتلئة، مش عشان خاطر اي حد يبصلك ازاي، مش عشان خاطر الناس تشوفك احسن حاجة فتحب تتواصل معاك، مش عشان خاطر انت تبقى عندك كل الكواليفيكيشنز ان الناس تحبك. لا، انت بتمتلئ بنفسك وبتعرف ازاي تمتلئ، لان دي مهارة انك انت من جوه تعمل الحاجة ليك انت عشان الاكسبيرينس نفسها، عشان التجربة نفسها، انت حابب التجارب نفسها. اللي بيحب نفسه بيحب يرمي نفسه في تجارب وما بيقيمش نفسه بالنجاح او بالفشل بتاعها او بالنتيجة بتاعتها، لانه بعد فترة الوعي ممكن وعي حب الذات لما بيتفهم غلط بيحطك في حتة ان انت لو ما نجحتش في الطريق اللي انت ماشي فيه تجلد ذاتك جلد ذات قوي قوي، وبيفهمك ان انت كده بتحب نفسك. لا، اللي بيحب نفسه بيحط نفسه في التجربة، ولو فشل برضه بيحب نفسه عادي. فاتعلم ازاي تمتلئ بالتجربة وبالاكسبيرينس وبشحنك لنفسك في المواقف الفاشلة او الناجحة اللي انت سميتها فاشلة. هي طبعا مفيش حاجة فاشلة، بس اللي هي ما نجحتش معاك وما استمرتش، او اللي نجحت وكملت انت حابب نفسك. حب عميق، حب عميق ده ليه تكنيكس وليه مهارات ازاي تفعلها، والحالة الاطمئنان للعلاقات وللحب، وانك تستقبل حب، وانك تودي وتجيب حب، دي ليها تكنيكس وليها جوانب كلها بنشتغل عليها. لو حابب تشتغل على الجوانب دي او حابب تشتغل على الجانب التاني، ممكن تتشيك دلوقتي على انستجرام الوركشوب اللي احنا عاملينه لمدة شهر 4 سيشنز. هنشتغل على الفيمينين انرجي، وهنشتغل على حب الذات والصور الذاتية اللي بينا وبين نفسنا او مننا لنفسنا جوانا بنأذيها او مشوهينها، فبالتالي بتمنعنا بشكل او باخر ان احنا ناخد كل اللي احنا عايزينه من حب، من تعاملات صحية، من كوميونيتيز تعيشنا الفايبس اللي ترفعنا او تخلينا في مستوى من الانرجي اعلى. فكل ده هنشتغل عليه، وكل السيناريوهات بتاعته هننضفها، ونبتدي ان شاء الله ناخد نية مع بعض ان احنا نوصل لحاجات تفتح لنا من جوه فلو في العلاقات وفلو في الحب المتبادل باذن الله. لو عايز تبعت عشان تشترك في الوركشوب ده، اسمه Cultivate Your Feminine Energy Cultivate Your Self Love، موجود دلوقتي على انستجرام في الستوري او في الرقم اللي مكتوب في البايو دلوقتي، ممكن تبعتوا عليه، حد هيتواصل معاك على طول وهيقولك كل تفاصيل الوركشوب. واخر ميعاد انا بعتها لكم متاخر شويه، ده اليوتيوب بس هو على انستجرام بقى له كام يوم. اخر ميعاد للاشتراك هو
كمان كام ساعة في الخصم، وكمان كام يوم ممكن نستمر في الباكج العادية او السعر بتاعه العادي، لان احنا عاملين عليه خصم 50% لحد دلوقتي. هستناكم واشوفكم ان شاء الله في الورك شوب الشهر الجاي، او ما اشوفكوش يا رب يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا. وما تنسوش تعملوا شير لان دي كارما ايجابية، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب للشانل ولايك للفيديو وكومنت لو عايز تسأل اي سؤال، برد على كل الناس. اشوفك في فيديو تاني، باي باي.